بسم الله الرحمن عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، النهاردة لو معاكي علبة سمنة فاضية زي كده ومعاكي عمود بتاع مروحة زي العمود دوت كده اهو. شوف كده انا جايباه من المنور، يعني زي مكسور زي كده اهو، كله زي كده اهو مكسور اهو مرمي في المنور. تعال اقول لك فكره تجنن، فكره جميله جدا، اختراع هتعمليه وتستغلي اي حاجه عندك. ما هتشوفي الطريقه، خليكي معايا بس يا رب تعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبدا تدعموني في القناه، شجعوني يا جماعه. يعني نفسي يعني اللي بعمله يكون ينال اعجابكم وينال رضاكم يا رب، ان شاء الله يعجبكم. تعالوا معايا نبدا في الطريقه وهتشوفوا هنعمل ايه. كده حبايبي بنغلف علبة السمنة. يعني هنلفها بمشمع أو مفرش عشان ما تبانش خالص إنها علبة سمنة. يعني زي ما انتم شايفين كده بيساعدني ملوكة طبعا حبيبي، وعبود برضو بيساعدني عشان ما يزعلش عبود. كده بنلف العلبة بأي مفرش عندك، حتى لو بقماش مش مشكلة برضو. المهم ان انت ما تبانش خالص انها دي علبة سمنة. هنعملها كده بالشمع وهنلصقها خالص، عشان طبعا دي يعني لما هنحط اللي بقيت الفكرة فيها ما تبانش ان دي علبة سمنة، يبان انها يعني حاجة ديكور كده حلو. بعد ما لفناها بالشمع نسويها من فوق ومن تحت، بس اكتر شيء نداري من تحت عشان لما نحطها ما تصديش او ما تحصلش. لو حصلت ميه تحت في الارض يعني او شيء، ما الصفيح بتاع علبة السمنة ما يصديش في الارض. فاحنا كده بنغطي كل الصفيح من فوق بتاع علبة السمنة عشان ما تعملش صدى في الارض. كده غطيناها خالص من فوق اهي، وهنقلبها من الناحية التانية. كل حتة بنحط لها شمع. من قدام كمان هنغطي كل الحواف اللي هي كانت مكان الغطا بتاع العلبة، بننزل فيها المفرش كده اهو. بصراحة فكرة هتعجبكم خالص ان شاء الله وهتنال اعجابكم باذن الله. ده طبعا سمنت، هنكسر عليه طوب احمر عشان يدي صلابة ويمسك خالص في العلبة، يعني عشان الفكرة تبقى أجمد. خلطنا هنخلط بص كده. بعد كده هنطلع الطوب ده كله، هنطلعه ونحطه في العلبة من تحت. وبعد كده هنخلط الحصى ده على اسمنت على جبس عشان يشك بسرعة وينشف بسرعة. أنا كسرت الطوب دوت، هتشوف هنعمل فيه ايه. كده حطينا السمنت الأسمر وبعد كده الجبس عشان الجبس بسرعة يخليه يمسك. يعني لما تحط اسمنت على جبس بيمسك اكتر. طبعا انا لابسه كمامه وملبسه العيال كمامات عشان طبعا ريحه الغبار اللي طالع دوت، عشان العيال ما بيساعدني ملوكه. طلعت الحصى كله حطيته في العلبه. بعد كده ده السمنت والجبس بخلط له ميه اهو عشان يبقى يعني عايزاه طري شويه، مش عايزاه ماسك، عشان ان في جبس بسرعه يشك. فانا عايزاه طري. اول ما نحطه على الحصى اللي احنا حطيناه ده هيمسك بسرعه. يعني شوف كده وانا بقلب، لو ما طرتهوش بسرعه هيمسك كله، يبقى جامد ومش يساعدني يعني. كده انا زودت له ميه عشان اعرف اتمكن فيه. يعني عليه برضو شويه حبات من الحصى والطوب، لكن الطوب الكبير انا رصاه في العلبه من تحت، لان لما تحط حصى وطوب واسمنت وجبس بيبقى الماده دي صلبه جدا وتمسك جدا. بنقلبه كده اهو لحد ما كله السمنت على الجبس على كله يتغلغل في بعضه. يعني هنفضيه بعد كده في العلبه.
وهوريكم ليه هنفضيه في العلبة. اهو الطوب اهو حطاه في القاع بتاع العلبة. هفضي عليه السمنت والجبس والحصى اللي هو طوب صغير برضو، على زلط، على يعني شوية حصى وطوب وحاجات زي كده يعني. دلوقتي هنجيب اللي هو العمود بتاع المروحة المكسور. شوف هنعمل فيه ايه. دي العمود المكسور اهو، هننزله جوه السمنت بالجبس بالحصب كله، هندخلها جامد من تحت. مسك لي عبود اهو ومالك، نمسكه شويه كده لحد ما يعني يمسك شويه كده، عشان لو سبناه مش هيتظبط. لازم نمسكها شويه كده عشان لحد ما ينشف، وهينشف بسرعه مش هيطول يعني. وبعد ما هينشف مش هسيبه كده، هعبي برضو المكان اللي فاضي ده برضو هعبيه اسمنت وجبس، بس من غير حصى، يبقى اسمنت وجبس ناعم. هعبيها خالص لحد فوق كده يعني، عشان ما تبقاش الحواف دي باينه برضو. بغرس البتاع ده الآلة دي تحت عشان كله يمسك في بعضه، ما يبقاش في مكان فيه فراغ. يعني انا الحاجات الافكار دي والكلام ده يعني انا واخداها من ابويا الله يرحمه. كان يخترع من شويه خشب صغيرين، من شويه طوب، من شويه، الله يرحمك يا ابويا ويبرد ذمتك ويسامحك، كان يعمل منهم حكايه. والله كنت اكل جنبه وهو بيعمل لي النمليات. كان زمان ما فيش مطابخ، كان في اسمها نمليه، كان يعمل لنا طبليه وكان يعمل لنا كنب وكان يعمل لنا. فانا واخده الفكره دي من ابويا، حتى السباكه والنور كله اعمله لوحدي يعني، ما اخليش حد يعمل لي حاجه في بيتي. دوت اسمنت اسمر، وده البلاط اللي هو السيراميك بيتكسر حته حته كده. وبعد كده هنرص نخلط السمنت دوت سمنت ساده كده من غير اي شيء اهو. عبود بيساعدني اهو. برضو ده بس هنخليه ماهي، هنخليه ماسك شويه، عشان ده اللي هنحطه في الجعره بتاعت المروحه. وهنرص عليه البلاط دوت اللي هو السيراميك المكسر ده، هنرصه فيها خالص كده يعني عشوائي كده، هنرصه بس. وبعد كده هتشوف هنعمل بايه. هنعمل ايه بعد ما طبعا في حته صغيره في الفيديو اتقطعت بدور عليها ما لقيتهاش، فانا هشرحها لكم. بعد ما رصيت السيراميك كله ورحت عامله ده جبت اسمنت ابيض، حطيته كله عليه من فوق كده اهو. ولما ينشف ان شاء الله هشيله كله، هتبقى زي الفل. وهمسحها قدامكم هتشوفوها. ده اسمنت ابيض كده. خلصنا بعد ما مسحته اهو. بص كده بعد ما مسحته السمنت الابيض بعد ما نشف، دي الترابيزه طقطوقه حاجه زي العسل كده. تحطيها في اوضه الجلوس، تحطيها جنب السرير، تحطيها في اوضه الاولاد، بنفس في الصاله لو قعدتوا عليها تقعدوا، لانها متينه جدا جدا. يعني ما اقولكيش شيء، بس هي تقيله شويه يعني عشان بس تحطيها في مكان تبقى ممتازه يعني كده، حلوه خالص. تحطيها في اي مكان انت عايزاه. دي اجمل ترابيزه وامتن ترابيزه شفتها. ليه؟ هتستحمل معاكي جدا وتفضل معاكي تعيش كتير. عملناها من ولا شيء، من حاجات عندنا مرميه في البيت، بقت ترابيزه طقطوقه حاجه حلوه كده. تحطي لها مفرش، عايزه تحطي لها مفرش براحتك، عايزه تخليها كده. السيراميك بيتمسح حلو خالص بالمنظر اللي شايفينه ده السيراميك اللي باقي عندي ليه حوالي اكتر من 3-4 سنين، مرمي في البلكونه بتاع الحمام. لما عملت الحمام والمطبخ كان في شويه سيراميك عندي مرمين اهو، بستفاد منهم. هعمل حاجات تاني منهم ان شاء الله هتشوفوها. فان شاء الله يا رب يكون الطريقه عجبتكم، يكون الفيديو زي ما انتم شايفين كده استفدتوا منه بالمنظر اللي شايفينه دوت اهو. حطيت عليها زهرة ورد، تحط عليها الشاي للضيوف، تحط عليها اكل، تحط عليها اي شيء، حط لها مفرشه وتحطي لها براحتك. لا عايزه تخليها كده خليها زي ما انت عايزه. يا رب تعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
واذا عجبتكم تنسيش تضغط لايك وتشجعين وتشير الفيديو لاصحابك وحبايبك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.